البنت دي بتهرب من جوزها وبتخبي نفسها بالملايه، والدكتوره بتتصرف وبتقول لها انت بتعملي ايه، وبتشوف على ايديها اصابات وبتعرف انها اتعرضت للضرب، وبتقول لها ارجوكي خبيني من جوزي وهفهمك على كل حاجه. وبيدخل جوزها وبيدور عليها وبيقول للدكتوره ما شفتيش بنت قصيره ولابسه فستان احمر، وبتقول له اه تعالى اوديك عندها عشان تخلي البنت تهرب منه، وبتوديها عند بنت تانيه وبتقول له اهي، وبيتعصب وبيقول لها مش هي، وبيشك فيها وبيرجع على الاوضه وبيبص على السرير ومش بيلاقيها موجوده، وبعد ما بتطلع البنت وبتسالها في ايه، وبتقول لها ان ده جوزي ودايما بيضربني وبيعذب فيا وبقالي كمان يومين ما اكلتش حاجه، وهي بتتكلم بيغمى عليها، وجوزها بيوري صورتها للناس كلها وبيقول لهم ما شفتوش البنت دي، وفجاه سمع الدكتوره بتتكلم في الميكروفون وبتقول حضروا الطوارئ، وبيحس ان دي مراته عشان بقالها يومين ما اكلتش، وبيقدر فعلا يوصل لها وبيفضل مراقبها، وبيقول للدكتوره انا داخله، وبتقول له لا هي تعبانه دلوقتي ادخل لها بكره، وبيقول لها لا دي تبقى مراتي، وكان فعلا رايح لها بس بتوقف وبتقول له خطوه كمان وهتصل بالبوليس، وبيمشي على طول. وبالليل بقى بيكون مستخبي في المستشفى، وبعد ما كله بيمشي بيدخل لمراته عشان ياخدها، ومراته بتفوق وبتقول له ارجوك سيبني، وبيقول لها لا شفت العذاب اللي انا كنت بعمله فيكي، انا هوريكي اسود منه. وبتكون بقى الدكتوره مستخبيه تحت السرير وبتقول انا كنت عارفه انك هتعمل كده، وبتوري له جهاز التسجيل وبيطلع ان البوليس كان سامع كل حاجه، وبيدخل البوليس وبيقبض عليه، والبنت بتحكي لهم على اللي كان بيعملوا فيها. لو عجبك تصرف الدكتوره صلي على النبي.